صدام العمالقة، ريال مدريد في مواجهة بايرن ميونخ في كلاسيكو أوروبا المنتظر. المقولة دي بتلخص كل حاجة. دي معركة مش مجرد ماتش، ده كلاسيكو أوروبا فعلا. بس السنة دي الوضع مختلف، كل فريق داخل بمعطيات غريبة ونقاط ضعف غير متوقعة. خلينا نبدأ بالبايرن. على الورق كل المؤشرات بتقول إنهم المرشح الأقوى للفوز. شوفوا الرقم ده، البايرن حرفياً ماكينة أهداف، وأول فريق يوصل ل100 جول في الدوري. قوتهم الهجومية مرعبة، فرق كبير عن أي فريق تاني في أوروبا. والسبب هو الثلاثي المرعب ده اللي كان كابوس حقيقي لكل دفاعات أوروبا. باختصار المنطق بيقول إن بايرن هو الفريق الأكمل وهو اللي هيكسب. لكن الكرة مش بس أرقام ومنطق، في حاجة اسمها شخصية البطل، وهنا بيجي دور ريال مدريد. ريال مدريد في دوري الأبطال حكاية تانية خالص، روح الفريق بتقدر تتحدى أي منطق وأي أرقام، والقوة دي زادت أكتر كمان مع رجوع ميليتاو عشان يأمن دفاعهم. بس رغم كل ده كل فريق فيهم عنده نقطة ضعف قاتلة، عدو من جواه لازم يواجهه. كل فريق عنده عدوى الخاص اللي ممكن يخرجه من البطولة. عدو البايرن هو الخوف من الماضي، يعني شبح إصابة هدافهم الأول هاري كين. أما مدريد فعدوهم الأول هو قرارات المدرب نفسه ومغامراته في التشكيل، ده غير القلق الكبير من تراجع مستوى بيلينغهام اللي بقى مجرد ظل لنفسه. طيب إيه الحل؟ إزاي كل فريق يقدر يكسب؟ الطريق واضح بس صعب على الاتنين. ريال مدريد لازم يكرر الأداء الدفاعي بتاع ماتش السيتي ويثبت خط وسطه من غير أي مجازفة. أما بايرن فمفتاح الفوز هو جاهزية هاري كين وقدرتهم على ترجمة الفرص لأهداف. في النهاية السؤال هو مين هيكسب، منطق البايرن وأرقامه ولا سحر ريال مدريد وشخصيته؟